هاد الشخص سميتو عبد اللطيف الحموشي، زاد في سنة 1966 بمدينة تازة، بالضبط بني فاتح. من بعد الليسي اللي كان فيه تلميذ مجيد، التحق بكلية القانونية والاقتصادية بفاس، وبفضل الاجتهاد ديالو وكان طالب ناجح قدر يلتحق بالمديرية لمراقبة التراب الوطني TST، وكانت ديك الساعة تحت رئاسة دريس البصري. وكانت أول ملفات اللي غيتعامل معها الحموشي هي الأحداث الإرهابية اللي ضربات فندق أسيب مرة في سنة 1994 وفي سنة 1999. بعدما ما بقاش البصري على رأس TST، جا في بلاصتو المسمى الجنرال العنيقري. دا اسم عبد اللطيف الحموشي كيتعرف بواحد من أكبر المتخصصين في طريقة التعامل على ما يسمى بالخلايا الجهادية في طرق مكافحتها، فضلا على معرفته الكبيرة بتاريخ الحركة السياسية المغربية. وفي 2005 غيولي الحموشي على رأس TST ويولي المدير ديالها، وكان في عمره انذاك 39 سنة فقط. الحموشي معروف عليه انه عزيز عليه يخدم في السكات بعيدا على وسائل الاعلام والاضواء. وفي 15 ماي 2005 الملك محمد السادس غيعين الحموشي على رأس المديرية الامن الوطني، وهنا عبد اللطيف الحموشي غيجمع بين اكثر جوج مناصب مهمة في المملكة المغربية، وبالاشراف ديالو على تفكيك عدة عمليات الخلايا الارهابية وتفكيك عدة قضايا بحال الاتجار الدولي في المخدرات والهجرة السرية. عبد اللطيف الحموشي حصل على عدة أوسمة في المغرب وإسبانيا فرنسا وحتى أمريكا، فكنتمناو التوفيق لهذا البطل. الفيديو سالانا، ما تنساش لايك ومتابعة باش يوصلك الفيديو الجاي. كان معكم خالد بيبي هاشم، تهلاو.